تحذير كده في بدايه الفيديو. النهارده الفيديو هيكون عباره عن رغي، فانت لو مش بتحبي الرغي بجد اعملي ديسلايك اصلا للفيديو وامشي، لانه بجد الفيديو مش هيكون على مزاجك خالص. اكيد طبعا هيكون في حاجات كتير مهمه، بس لو انت بقى بتحبي الرغي وكده اعملي لايك. السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ النهارده فيديو مفضلات ومشتريات شهر مايو، فيلا بينا لايك على السريع، سبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفيني. معاكم جهاد قيشو، يلا بينا نبدا. مش عارفه اخدتوا بالكم ولا لا، بس الشهر ده اللي هو شهر مايو كان شهر عيد ميلادي، فعلشان كده جبت لنفسي الهديه دي اللي هي البرفيوم بتاعه نارسيسو بودريه. هو ده كده شكل البرفيوم من جوه. طبعا هي شكلها بجد حلوه قوي قوي، تحسوا كان هي ناعمه. المهم انا رايي فيها ايه بقى يا جماعه، واللي هيكون تقريبا صدمه زي ما انا اتصدمت بالظبط، ان انا بصراحه مش حاسه ان انا حباها، مش عارفه ليه. هي بصوا يعني بتتغير تماما من الافتتاحيه بتاعتها لحد ما تهدى. في برفيومز بحس ان هي مش بتتغير التغيير الكبير قوي ده، لكن دي بتتغير تغيير جامد قوي قوي بالنسبه لي انا على الاقل. الافتتاحيه بتاعتها بحس ان هي تقيله جدا، مش بحس ان هي بودريه خالص خالص، لكن لما بتهدى بتكون حلوه. بس الفكره ان هي بتهدى بعد ساعه، اللي هو هفضل مستنيه ساعه لحد ما اشم الريحه الحلوه اللي انا عايزاها. لما بتهدى قوي بتكون ريحتها باودر على ورد كده خفيف. والحاجه الغريبه ان انا بحس ان هي على الجسم ثباتها اعلى شويه. بس انا رشيتها امبارح على البلوزه بتاعتي، فجايه النهارده بشم البلوزه لقيتها موجوده، ولقيت بقى ريحتها خطيره، يعني لقيتها في البلوزه ريحتها حلوه جدا. فانا بقيت بجد عندي يعني مشاعر مختلفه جدا. اول ما رشيتها افتكرت قوي البادي ماست دي. فاكرين البادي ماست دي؟ انا بجد ما كنتش بحبها خالص، بتاعت باسم بادي وركس دي. تقريبا عندي بقى لها مثلا سنه ونص او حاجه زي كده. اتصدمت لما رشيتها امبارح، لان انا في الاول ما كنتش بحبها خالص، ما كنتش بحس ان ريحتها حلوه. امبارح جيت ارشها لقيت ريحتها حلوه. فانا مش عارفه هل مثلا لما قعدت اتعتقت ذوقي انا اتغير، لان ده ممكن يحصل اصلا. فانا علشان كده بجد محتاره جدا في البرفيوم دي. طبعا هي غاليه قوي قوي، فانا مش عارفه ابيعها ولا استنى عليها مثلا لحد الشتاء، لان هي المفروض ان هي اصلا برفيوم شتويه شويه. فانتوا قولوا لي في الكومنتس ابيعها، ولو مثلا عايزه ابيعها اعرضها لكم هنا. لو انا مثلا خلاص اخدت قرار ان انا هبيعها اقول لكم في القناه ان انا هبيعها، ولا لو حد مهتم يعني ان هو يشتريها، أو بس يكون اصلا بيحبها وشمها قبل كده وهو خلاص هو بيحب الريحه بتاعتها، علشان بس ما حدش يشتريها بلايند زي. لان انا للاسف بدبس نفسي كتير قوي في موضوع البرفيومز ده. مزايا كانت جنبي هنا، يعني كانت في سان ستيفانو، بعد كده رحت علشان اشمها. سبحان الله كانت اول برفيوم احس ان انا محتاجه اشمها من كتر ما انا بسمع عنها ريفيوز حلوه جدا. فقلت خليني اشمها الاول قبل ما اشتريها. فنزلت مزايا اللي هو في سان ستيفانو، انا مش عارفه هو قفل ولا كانوا مثلا بيجددوا حاجه، بجد مش عارفه. فطلبتها اونلاين على طول. فدي يعني ما تعملوش كده، لو انتوا ما تعرفوش ريحه البرفيوم اوعوا تشتروه ابدا، خصوصا لو هو غالي. عارفين لو مثلا ب 300 400 جنيه او حتى 1000 جنيه ماشي جازفوا واشتروا، لكن ما يبقاش البرفيوم غالي قوي قوي كده وتشتروا بلايند، لانه بجد بتبقى حاجه تزعل لو طلعت مش على ذوقكم. خصوصا بقى ان انا كنت جايباها لنفسي في عيد ميلادي هديه وكده، فكنت عايزه افرح نفسي. انا بصراحه عيد ميلادي السنه دي كانت صدمه برده بالنسبه لي زي البرفيوم ده كده بالظبط. جماعه ما حدش افتكرني غير طبعا الحمد لله صاحبتي الوحيده، وتقريبا ده اهم حاجه، ان انتوا يكون عندكم صديقه مخلصه مهما مر الزمن كده بتفضل معاكم. بس اللي استغربته ان انا في ناس بجد صدمتني، اللي هو اكيد مش مستنيه هديه، بس على الاقل كل سنه وانت طيبه، ده عيد ميلادي. لو انت ما قلتيش كل سنه وانت طيبه في عيد ميلادي، انا صاحبتك ازاي؟ او انت بتحبيني ازاي؟ او يعني ايا كان الشخص بقى ميل او فيميل. طبعا انتوا قمتوا بالواجب والزياده على انستجرام، وكمان لما نزلت البوست هنا على اليوتيوب بجد قمتوا بالواجب والزياده. ولكن الناس القريبين مني انا فعلا اتصدمت فيهم صدمه مش طبيعيه، خصوصا السنه دي 2 مديرين بتوعي بس هم اللي قالوا كل سنه وانت طيبه، وواحده صاحبتي. غير كده ولا اي حد عبرني خالص. فما علينا. اللي كمل بقى عليا اصلا انه البرفيوم دي ادفع فيها المبلغ ده كله وفي الاخر تطلع مش على ذوقي. بجد محتاره جدا جدا ابيعها ولا اسيبها، علشان تفكرني انه خدي بالك ان مش كل الناس اللي وهمتك ان هي بتحبك هي فعلا بتحبك. بس هبقى بتعلم بفلوس كتير قوي بصراحه، خساره فيهم يعني. النور قطع وحاسه ان انا شويه نسيت انا كنت واقفه عند ايه بالظبط. بس عايزه اقول لكم ان انا استانفي الشهر ده بعتولي الاير فراير بتاعتهم وكمان المكنسه. انا ان شاء الله هبقى اكلمكم عنهم بعدين، ولكن عايزه اقول لكم على اوفر. يا رب الفيديو يكون نزل اصلا قبل ما الاوفر ده ينتهي. انه استانفي عاملين يا جماعه خصومات بتوصل ل 1500 جنيه، وممكن كمان اكتر من 1500 جنيه بالبرومو كود بتاعي. وكمان هتقدروا تاخدوا اي توب برودكتس من اختياركم هديه من منتجات الشعر، اي حاجه، حتى لو اخترتوا اللي هم اغلى حاجتين الحاجات دي، اي حاجه يعني. ودي هيفوز بيها 5 بنات من البنات اللي هتشتري الاير فراير او المكنسه. يعني لو انت مثلا عروسه او كده واشتريتي الاير فراير، ممكن تاخدي التوب برودكتس دول هديه او اي حاجه من اختيارك. فبجد هتكون حاجه لذيذه جدا. هحس
تحس ان هي يعني اشترت حاجه للمطبخ وكمان حاجه لنفسها وما دفعتش غير ثمن مثلا حاجه واحده، فهيبقى اوفر حلو. خصوصا كمان ان الاير فراير نازله من 9000 جنيه ل 7460 بعد البرومو كود بتاعي، فحاسه ان هو فعلا اوفر حلو قوي قوي، وما اعتقدش ان هو يحصل تاني لانه دايما ستانفي بيعملوا الاوفر ده لما يكونوا منزلين برودكت جديد. انتوا بقى لو مش متابعيني على انستجرام وما شفتوش الكلام ده فهيكون يعني انتوا اللي مش متابعيني على انستجرام، لانه انا وقت الاوفرز بتلاقوني بنزل على طول على انستجرام، لكن يوتيوب بجد بيبقى بيتاخر شويه علشان هو طبعه كده ان احنا بناخد وقت في الاديت والتصوير والحاجات دي كلها. فالمهم يعني اتمنى والله انه البنت اللي تكسب او الخمس بنات اللي يكسبوا يكونوا فعلا محتاجين الحاجات دي، لان هي هتبقى حاجه لذيذه جدا ان هي تشتري حاجات للمطبخ وتاخد عليها حاجات يعني منتجات شخصيه ليها، هي هتبقى حاجه لذيذه قوي. عايزه اقول لكم ان الاير فراير بتاعتهم كبيره قوي 6.5 لتر، فهي كبيره جدا، التحمير بقى وشوي وقلي وكل حاجه، وكمان تقدري تسخني فيها الاكل اصلا، وفيها ميزان حساس، ودي تقريبا الاير فراير الوحيده في مصر اللي فيها ميزان حساس لو انتوا بقى عاملين دايت او حاجه زي كده. مش عارفه الفيديو ده هينزل امتى، ولكن اتمنى ينزل بسرعه والاوفر شغال. خلوني بقى اكلمكم على المنتجات اللي انا كنت بعشقها الشهر ده وكمان الحاجات اللي انا اشتريتها. واول حاجه حبيتها الشهر ده هو السانستيك ده من براند اسمها توكوبو، دي براند كوري، بصراحه مش عارفه بنطق الاسم صح ولا غلط بس ما علينا. يعني السانستيك او السان سبراي اي واحد فيهم بتستعمليه كري ابلاي للسان سكرين، يعني هو مش بيكون سان سكرين اساسي معاكي، يعني ما ينفعش تعتمدي عليه في الحمايه لوحده. هو طبعا بيحمي كويس جدا جدا من الشمس، لازم يكون السان سكرين الكوري فيه 4 زائد، يعني غير SPF 50 لازم كمان يكون موجود جنبيه 4 زائد علشان تاخدي اقصى حمايه من الشمس. ولكن زي ما قلت لكم ان ده مش سان سكرين اساسي، ده بنجيبه علشان نعمل ري ابلاي للسان سكرين. بمناسبه بقى ان احنا المفروض نعمل ري ابلاي للسان سكرين، عايزه اعرفكم على حاجه محدش خالص في اليوتيوب العربي ولا المصري قالها لكم قبل كده، انه مش كل الاوقات ممكن نحط فيها سان سكرين، يعني في اوقات عادي جدا انزلي استمتعي بالشمس براحتك، وهو الوقت اللي هيكون فيه اليو في اندكس اقل من 3. طيب انت هتعرفي اليو في اندكس ده منين؟ لو انت معاكي ايفون هتدخلي على المكان اللي هو فيه الطقس ده، هتنزلي تحت شويه هتلاقي مكتوب هنا كده يو في اندكس. شايفين هنا دلوقتي 0. ليه بقى؟ لان احنا خلاص احنا دلوقتي الساعه كام مش عارفه، الساعه تقريبا 8:10، المغرب قربت تأذن. 0 ده معناه ان انت تقدري من 0 ل 3 تقدري تمشي في الشارع من غير اي سان سكرين. يعني انت مثلا النهارده تحديدا في اليوم اللي انا بصور فيه اللي هو يوم 2/6 النهارده اليو في اندكس كان 11 دي يعني حاجه مجرمه يا جماعه، اللي هو هنتشوي وهنتحرق لو مشينا في الشمس. عايزه اقول لكم ان انا بصيت فيها كانت الساعه 12 الظهر تقريبا، قال لي انه اليو في اندكس هتفضل 11 لحد الساعه 6 المغرب. فانتوا لحد الساعه 6 المغرب، يعني انت مثلا لو بتخلصي شغلك الساعه 5 المفروض تعملي ري ابلاي للسان سكرين لحد ما توصلي البيت. لكن لو انت مثلا خلصتي شغلك الساعه 6 او 6:30 وخلاص هتروحي البيت هتلاقي الشمس في الشارع. بس هل ده معناه ان احنا لازم نجدد السان سكرين؟ لا. ليه؟ لانه اليو في اندكس اساسا نزلت تحت ال3، فعلشان كده تقدري عادي رغم ان هو هيكون موجود فيه شمس ولكن مش هتكون شمس مؤذيه خالص. بس طبعا هل ده هيحصل كل يوم؟ لا. عايزه اقول لكم ان انتوا لازم تبصوا في المكان ده كويس جدا قبل ما تنزلوا. طيب لو انتي اندرويد بصراحه مش عارفه هيكون موجود فين، دوري عليه برده في المكان اللي هو بيكون فيه الطقس بتاع النهارده. لو مش موجود في ابلكيشن على الموبايل هتلاقيه موجود تقريبا اسمه سان اندكس، بجد مش فاكره بس هتلاقيه ابلكيشن يعني على الموبايل برده فيه اليو في اندكس. فدي حاجه لذيذه قوي عشان هتعرفنا امتى نستعمل السان سكرين وامتى ممكن يكون اصلا بجد مفيش اي مشكله خالص من اشعه الشمس اصلا، واعتقد في ناس ممكن تكون بتسمعها لاول مره. تاني حاجه برده حبيتها هي السنتيلا امبولز، وده برده برودكت كوري. انا نزلت لكم فيديو هتلاقوا فيه كل المنتجات الكوريه اللي انا استعملتها ورايي فيها، عشان برده انا حاسه ان في ناس كتير قوي ما شافتهاش. انا عارفه ان المنتجات الكوري شويه غاليه، ولكن انتوا على القناه هتلاقوا يا جماعه منتجات اقتصاديه ومنتجات غاليه ومنتجات من كل الانواع من كل الفئات، لان المفروض بقدم محتوى، فالمفروض ان انا بجيب كل انواع الحاجات، بجيب حاجات اقتصاديه وبجيب حاجات غاليه، وكل واحد بيختار الحاجه المناسبه له، ما حدش يتضايق لانه ده موجود وده موجود. فالسنتيلا امبولز برده من اكتر الحاجات اللي انا حبيتها الشهر ده، مش عايزه اتكلم عنها كتير بس هتلاقوا كل الكلام عنها في الفيديو بتاع المنتجات الكوريه. عايزه بقى اقول لكم على حاجه للاسف جبت منها 2 الشهر ده، وهو الفلامينجو. انتوا عارفين انا بحبها قد ايه. انا صحيح بستعمل اللي هي الفيس هير ريموفر بتاعت ستانفي، ولكن انا قلت لكم ان انا لازم استعمل الفلامينجو مره في الشهر، لازم، علشان هي بتشيل الجلد الميت، فانا ببقى مبسوطه وانا بعمل الحركه دي، بحس كده بنظافه. لكن بتاعت ستانفي ما بتشيلش الجلد الميت، هي بس بتشيل الشعرايه بس من مكانها، عشان كده مثلا ممكن استعملها قبل التصوير على طول، او لو مثلا نازله اي
اي مكان بسرعه وعايزه احط ميك اب، لان هي كده كده مش هتاثر على الجلد نفسه ومش بتعمل اي التهاب خالص. فالمهم يعني ان انا اشتريت الاثنين دول، وللاسف هم اوريجينال ولكن تحسوا كده ان هم ولا هم كوبي ولا هم اوريجينال. عارفين انا جبت مره زي دي زمان برضو من مثلا من سنه ونص او من سنتين، جبتها وكانت اوريجينال بس حسيت اني مش قويه قوي زي اللي انا متعوده عليها، فانا مش عارفه ساعات بتبقى بايظه كده، فانا دافعه فيها كل واحده دافعه تقريبا 180 جنيه، فهي للاسف مش حلوه قوي زي الاوريجينال اللي انا متعوده عليها، ولا هي طبعا سيئه زي الفيك. لان يا جماعه انا مش عارفه ازاي في ناس بتقعد تقول الفيك ما يفرقش حاجه عن الاوريجينال، لا بجد يفرق مليون في الميه. الفيك البتاع بتاعتها بتتحرك وبحس ان هي مش حاده قوي وبحسها ممكن تعور، لكن الاوريجينال فعلا حاجه تانية. واللي جرب الاوريجينال مستحيل يقول ان الاثنين زي بعض. يعني حاولوا تركزوا وانتوا بتشتروها، لان مش انا اللي كنت جايباها لنفسي بصراحه. مفضلاتي بقى في الميك اب الشهر ده بجد حباها قوي قوي كمان لان هي اسعارها رخيصه. اول حاجه اللي هو الايلاينر ده اللي هو اسمه روز بيري، انا قلت لكم قبل كده ان هو مش بيثبت وانا ظلمته. ليه بقى؟ لان انا لما حطيت تحتيه اي شادو، عايزه اقول لكم ان انا رحت مره العب بادل ومره تانية نزلت وكانت الدنيا عرق جدا جدا وحر قوي قوي، وتقريبا رحت بيه الايفنت كمان بتاع ستانفي، وبجد كنا في الشمس في عز الشمس، فلقيته يا جماعه ثابت قوي، ثابت لدرجه ان هو ايه ده، انا عمري ما حسيت ان انا في ايلاينر ثابت قوي كده ومش بيطبع كمان وكده. فالتراك بقى الوحيده ان انتوا لازم تحطوا تحتيه اي شادو. برده من الحاجات اللي انا حبيتها في الميك اب، انا اشتريت 3 الوان من الليب اويل بتاع اماندا، هبقى اعمل لكم بيه سواتش عشان تشوفوا الالوان بتاعته، بس انا جبت ال3 الوان دول، وتقريبا فيهم واحد انا مستعملاه النهارده بس انا مش فاكره هو كان مين فيهم، تقريبا رقم 3 مش فاكره. قلت اجيبهم علشان انا دايما بتسال على الليب كومبو بتاعي ودايما بكون حاطه حاجات مقاطعه، فقلت بقى اجرب حاجات تانية تكون برضو اسعارها كويسه وفي نفس الوقت مش مقاطعه. واخر حاجه حبيتها في الميك اب وبرضو دايما بتسال عنها هو الهايلايتر اللي انا بحطه. بستعمل كذا نوع بس الفتره الاخيره مركزه قوي على برضو حاجه تكون مصريه، اعتقد مايت سينما مصريه. انا في براند قبل كده قلت عليها مصريه وطلعت صيني، فانا بقيت بخاف ان انا اقول على حاجات الميك اب براند نوعها ايه يعني، علشان انا بصراحه مش بركز قوي مع الميك اب. ولكن مايت سينما اعتقد براند مصريه، وهو يا جماعه بجد كبير قوي قوي، مستحيل يخلص منكم اصلا، يعني ممكن يقعد معاكم سنين سنين، وكمان سعره رخيص قوي. في بقى حاجه انا ما كنتش اعرف اهميتها خالص لحد ما شفت دكتور على انستجرام اسمه دكتور طارق عبد الحميد اعتقد، اتكلم على اهميه السان سكرين بتاع الشعر، وان احنا في الصيف اصلا ممكن نتعرض لظاهره اسمها كسوف الشعر لما بنتعرض لاشعه الشمس كتير بقى، خصوصا بقى في المصيف والحاجات دي كلها، الشعريه نفسها ممكن تقع قبل الدوره بتاعتها، فبالتالي البصيله بتاعت الشعر نفسها تبقى فاضيه، فطبعا شعرنا هيكون خفيف. فعلشان كده قال مهم جدا جدا ان احنا نستعمل سان سكرين للشعر، وكمان الشابو بتاع الشعر ده، علشان يا جماعه الشابو ده بجد من اهم الحاجات، وما ينفعش ابدا ابدا تكوني واقفه على البول او البحر في المصيف يعني عموما ومكسوفه انك تلبسيه، لانه بجد ما فيش كسوف في الموضوع ده خالص علشان شعرك وبشرتك كمان. فانا برشح لكم الهيت بروتكشن ده من كلاري. عايزه اقول لكم انه بيستعمل كذا استعمال. اول حاجه ان هو اصلا واقي من الحراره، يعني قبل ما نعمل بقى شعرنا بالمكوى او باي حاجه بنستعمله. كمان هو يستعمل كواقي من الشمس، وغير كده ان هو سيرم، وغير كده ان هو ريحته حلوه، فهو بيستعمل كذا استعمال، فبجد لذيذ قوي قوي. كمان حجمه 120 مللي فهنحط منه براحتنا، بس اهم حاجه لو هتحطي منه قبل الحراره حطيه على ايديك الاول قبل ما تحطيه على شعرك، لكن لو هتستعمليه علشان الشمس رشي على شعرك عادي لو انت بقى نازله البول او البحر او كده، لان كده كده هتحطي كميات كبيره فشعرك هيلزق براحته. وطبعا انتوا عارفين ان انا عندي برومو كود مع باركفل اللي هي من ضمنها كلاري، هيديكوا خصم 20%، فتقريبا هيبقى سعره مش عارفه 230 او 250 جنيه حاجه كده يعني، بس هيقعد معاكم فتره طويله لان انا بجد معتمده عليه وما بيخلصش تقريبا. حاجتين بقى، واحد تقريبا ب 1200 جنيه وواحد ب 120 جنيه، والاثنين يعني لو مش معاكي فلوس هتشتري ده، لو معاكي فلوس وبتحبي تدلعي نفسك هتشتري ده. اول واحد اللي هو الالفا اربيوتين بتاع بيوتي اوف جوسون، ده الفا اربيوتين انا بقول لكم ان انا بحب قوي استعمل الالفا اربيوتين قبل ما اتعرض للشمس. طيب لو انت مش معاكي فلوس وبرده محتاجه انك تحمي بشرتك، برده عندنا ستارفل عملوا لنا جل لذيذ جدا جدا، في كمان حمايه من الشمس يعني هيزود حمايه الصن بلوك بتاعك، وكمان في الفا اربيوتين وفي فيتامين سي، في حاجات كتير قوي، في نياسيناميد، فانت تستعمليه قبل برده ما تتعرضي للشمس عشان هو برده بيزود الفعاليه بتاعه الصن بلوك. انا يا جماعه الالفا اربيوتين بالنسبه لي حاجه اساسيه في الصيف تحديدا، يعني انا ممكن ما اجيبهوش قوي في الشتاء، لكن الصيف علشان هو بيحمي من الاستمرار، وانا بهتم بحاجه زي كده قوي قوي لان انا ما بحبش اخد تان بصراحه. فانا كده اهو رشحت لكم حاجه رخيصه جدا وحاجه غاليه قوي
عشان محدش يزعل ومحدش يتهمني ان انا برشح حاجات بس غاليه. وطبعا زي ما انتم عارفين ستارفل وكلاري والحاجات دي كلها تبع باركفل، وكلهم عليهم البرومو كود بتاعي اللي هو 20%. في بقى حاجه تانية لذيذه برده من ستارفل اللي هو الوايتنينج كريم وجل، اختاري اللي انت عايزاه فيهم. عايزه اقول لكم ان انا ما كنتش بستعمله قوي على وشي، بس انا كنت بستعمله بقى على جسمي لان هو سعره كويس، فبالتالي هينفع معايا للجسم. انا كنت بستعمله فين؟ بستعمله اندر ارم لو حاسه ان انا محتاجه ان انا افتح اندر ارم. هو ده كده شكله. وخدوا بالكم ان انا شفت كذا حد قال نفس الحته دي ونفس الملحوظه، ان هو بياخد وقت طويل شويه علشان تخلوا نفسكم طويل شويه مع البرودكت. الاسمرار حصل في سنين، فبالتالي التفتيح مش هيحصل بسرعه، وخصوصا ان هو برودكت برضو يعني اقتصادي جدا جدا، فبالتالي يعني بالراحه عليه شويه. انا استعملته اندر ارم. وكمان فاكرين لما قلت لكم حطوا كريم اليوريا على المؤخره لان ده بيشيل اثار الحبوب تماما؟ انا بقى ساعات بحط ده وساعات بحط التاني، يعني ساعات ممكن احط اي كريم يوريا او احط كريم فيه تفتيح، ده او ده. النتيجه كانت بالنسبه لي مبهره، بجد مبهره. انا انبسطت بالنتيجه جدا جدا بصراحه. كنت خايفه اتكلم عليه لحد ما اشوف النتيجه دي، بس لما حطيت الاثنين بالتناوب كده مع بعض النتيجه بالنسبه لي كانت خطيره. في بقى حاجه اشتريتها بناء على ترشيحات حد منكم. في بنوته قالت لي انه البادي كريم بتاع مود ريحته زي البرفيوم بالظبط وبتثبت قوي قوي في الجسم وكده وخطير وبتاع. هو كترطيب لذيذ يعني، مش مبهر بس كويس. يعني انا مش هقول لكم ان هو الترطيب بتاعه وحش، ولكن يا جماعه انا دايما بقول لكم انه انا ما فيش ولا براند مصري عرف يعمل بادي كريم او بادي لوشن ريحته برفيوم زي مثلا بادي وركس. ما حصلش. يعني عايزه اقول لكم ان مود اقل في البرفيوم بكتير من فيفلين. طب ما انا اخليني في فيفلين، ما هو فيفلين موجود عندي. فيفلين بيقعد شويه في الجسم ولكن مود ما بيقعدش، يعني هو ريحته حلوه بس هو ما بيقعدش في الجسم. الناس اللي جربت البادي كريم او البادي لوشن بتاع باتن بادي وركس هيكونوا فاهمين يعني ايه الحاجات بتاعتهم بتتعامل كانها برفيوم، مش كانك مثلا حاطه بادي كريم وريحته هتروح بعد 3 دقائق، لا، ريحته بتفضل معاكي اليوم كله لحد ما تاخدي الشاور تاني يوم. ريحه العرق بتاعك لما بتعرقي بتفضل في الهدوم كانك عرقانه برفيوم. فبالتالي لا يا جماعه، انا ما شفتش ولا براند في الماركت المصري. انتوا عارفين ان انا اصلا بشتغل مع كذا براند، طب ما انا اطلع اطبل لهم لو انا مثلا عايزه اقول كلام وخلاص. بس لا، انا اشتغلت مع فيفلين واشتغلت مع سولان مور، ما فيش ولا براند بتعمل كده. يعني هم ريحتهم حلوه بس بتروح بعد شويه. بما اننا اتكلمنا على فيفلين، فانا عايزه اقول لكم ان البادي ميست ده يا جماعه مش ممكن، بجد مش ممكن الراحه النفسيه اللي بتجيلي لما بحطه. والفكره ان انا بحطه مثلا على جسمي واحطه على الهدوم وانام، اصحى الصبح اقول الله ايه الريحه الحلوه دي. ريحته بتفكرني قوي قوي، بس هو مش حواليا دلوقتي، بالبودي ميست بتاع ان ذا ستارز. وكان في بقى نسخه مخففه منه اللي اسمها ايفوري كشمير. ايفوري كشمير هو فيفلين بالظبط اللي هو اسمه انتو ذا وايلد. جماعه خطير. انا مش ممكن جمال الريحه، مش ممكن قد ايه بتخليني اصلا مبسوطه نفسيا كده ومرتاحه، خصوصا بقى لما بحطها على جسمي بعد الشاور. انتعاش، روقان، نظافه، لان هي اصلا ريحته نظيفه. ريحته بنت رايقه، بنت واخده شاور كده وقاعده طول الوقت نظيفه، ما بتعملش اي حاجه، اعصابها هاديه. بجد بجد اصلا بيهدي الاعصاب. وفي اوفرز حاليا برضو. تابعوا بقى معايا انستجرام يا جماعه، مش ممكن كل اوفرز بتفوت منكم كده. انا مش عايزاكم تزعلوا مني لو انا كنت في طاقه سلبيه في اول الفيديو، ولا حتى تحسوا ان انا ممكن اكون متضايقه. الحمد لله انا بخير وكويسه جدا جدا، وبجد ربنا مراضيني قوي قوي، وكفايه قوي اصلا كرم ربنا يا جماعه. يعني الحمد لله الحمد لله، انا ربنا بجد مراضيني. وما تنسوش بقى تقولوا لي ابيع البرفيوم ولا اصبر عليها شويه. يلا مع السلامه، وان شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو تاني قريب. شكرا ليكم، مع السلامه.